بسم الله الرحمن الرحيم. أردت في البداية j'ai voulu avant de parler que je suis surpris agréablement, hein. C'est la première fois que j'ai visité Algérie. Alors, depuis de longues routes d'Alger vers Adaba, ensuite j'ai stationné à Alger, à très belle ville. مدينة الجزائر بالفعل مدينة جميلة وفيها l'espace vert. Je suis surpris. Et grande ville et avec cette beauté et la gentillesse et la galantesse des femmes et hommes. Et حبيت نشكر في البداية زميلي رفيق بابو اللي استدعاني إلى الجزائر. هو grand directeur de groupe Palmarium et un grand promoteur de tourisme culturel tunisien. Autre, il a beaucoup de boulot. Alors, moi, je suis conférencier de musée des civilisations, متحف الحضارات، وشارجي دو كوم في في المدينه المتوسطيه ياسمين الحامات التي يقصدها، التي ترحب بجميع الجزائريين، وكل الجزائريين في المدينه المتوسطيه ياسمين الحامات sont des VIP chez nous. Ils sont les bienvenus. Et je suis connu lorsque nos frères algériens arrivent et nos sœurs, ils sont bien accueillis surtout par moi. Alors toute la Médina ياسمين هي ياسمين لأن تونس بلد الياسمين، وتونس والجزائر شعب واحد في بلدين منذ نوميديا أخت قرطاج، ثم إفريقية، تونس والجزائر في العصر الروماني، أفريقيا الرومانية. سانت أوغسطين، قديس أوغسطين كان أسقف عنابة، ولد في سوق هراس، وكانت أول يونيفرسيتي في العالم القديم في مدروش، وأول جامعة في العصر الإسلامي هي جامعة الزيتونة. في القرن السابع أسس جامع الزيتونة في القرن السابع، قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، والجامعة في القرن الثامن ميلادية. يعني حتى القيروان أول مدينة عربية مسلمة في شمال أفريقيا، مدينة المولد النبوي الشريف، أختها جامعات تلمسان العاصمة الزيانية. كانت يعني هنا جيملاج الصحراء كما الصحراء تعرف، والقيروان منها فاطمة الفهرية القيروانية التي بنت جامع القرويين في فاس، فهي بالقيروانيين هم اللي جبنوا جامع فاس في بعد 200 سنة. وهنا الأخوة الجزائريين بالفعل يزورون المدينة المتوسطية ياسمين الحامات، حفاوة اللقاء، يشعرون أنهم في بلدهم. بالنسبة للمدينة المتوسطية ياسمين الحامات قريبة من المارينا، 60 كيلومتر على سوسة باش نلخص لكم المسألة، 70 كيلومتر على تونس العاصمة، نقطة مفرقة، تجمع بين الثقافة والفن والمعرفة التاريخية والترفيه كله مع بعضه. مركب الألعاب قرطاج لاند، مركب سياحي ثقافي يعود بنا إلى عصر قرطاج يعني، وحضارة قرطاج ونوميديا، حدائق فيها كافالي دي ماسيليس على كاروسيل. وهنا معارك بربروس، المعركة بين الإسبان والأتراك في القرن السادس عشر، ولما كانت ملاحم وبطولات الإخوة عروج وخير الدين هنا قريبا منا، هنا ميناء الجزائر وميناء تونس، شهد ملاحم البحرية التونسية الجزائرية المشتركة، والتي تصدت للهجومات الإسبانية في 1546. وتعرف الإخوة عروج وبربروس كانت ملاحمهم، وكانت فرنسوا بريمير، مش في هيستوريان، كانت تستدعي عروج وخير الدين، وخاصة خير الدين، ليحمي سواحل فرنسا من الهجمات الإسبانية. وكانت عندنا قواعد عسكرية، بربروس وعروج كانت عندهم قواعد في طولون اي مارسي اي نيس 1526 1545. سيتي استوار ريال. الور لما يجوا يتمتعوا بالتراث الثقافي، لعب جو من الترفيه، l'hôtellerie respecte les traditions, que chacun il vit comme café chantant، حفلات qui respectent les traditions familiales. مرحبا بهم دائما، وملايين الجزائريين يجون كل عام مرحبا بهم في المدينة ياسمين الحمامات، اللي هي مدينة متوسطية، مدينة ذات طابع ثقافي ترفيهي، فيها الأوتيلري، فيها متحف الحضارات qui suis responsable et chargé et maître conférencier autre que la Médina. Je suis conférencier de la Médina et de musée de religion. يشوفوا التراث الثقافي مثل عقد الزواج القيرواني، والعروس التي تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها. C'est important pour eux. Chaque couple, il arrive pour mettre ça. مرحبا بالإخوات الجزائريين
مرحبا بهم، لأنه هذا الزواج القيرواني موجود مخطوطات منه في متحف الحضارات، فرضته أروع على أبي جعفر المنصور وأجازه الإمام مالك في القرن الثامن ميلادية. وأروى القيروانية الحميرية اليمنية وما أدراك ما، تحية لأخواننا في اليمن، الأرض البحر الأحمر. فالمدينة المتوسطية ياسمين الحامات ترحب دوما بالإخوة الجزائريين من الصحراء إلى الصحراء، من عنابة، من تلمسان، من بسكرة. وما يعرفوش برشا اللي في مدينة ياسمين الحامات هي متحف ثقافي، فيها سقيفة الكحلة في المهدية، فيها القبة الحمراء في الصقلية، وفيها أيضا زيرالدا. والاخ رفيق بابو زميلي اللي استدعاني pour collaborer pour des projets culturels de l'avenir, parce qu'il est intéressé de faire projet culturel de l'avenir, collaboration entre la Tunisie et l'Algérie. Monsieur Rafik Babou, il a une vision, et moi aussi, pour s'intéresser à vision partenariat culturel stratégique entre la Tunisie et l'Algérie dans les promotions de la vision culturelle. في الجزائر في مدينة ياسمين الحامات هناك زيرالدا، تعرفها الأخت رادية جارتنا، معلم زيرالدا الشهير. زيرالدا اللي كانت في أول التراث السياحي الجزائري، نهاية الستينات كانت أول بروجي كولتورال توريستيك لي صابل دو زيرالدا، صابل دور كومبلكس دو زيرالدا. والاخ رفيق هو فيس بريزيدون دو مونيسيباليتي دو زيرالدا، ده دونفونس بتاعه. فالمدينه ياسمين الحامات ومؤسسها المرحوم عبد الوهاب بن عياد، هو لو فونداتور دو لا مدينه، عمل فيزيون باش يستقبل السواح يجونا من كل انحاء العالم، والاخوه الجزائريين بامتياز مرحب بهم في المدينه. وكما لاحظت الاخ راديه هذه حقيقه، يعني كي يجوا سون تري اليز دون لي كافي شونتون. زيرالدا المعلم الاخضر، القبه الخضراء، تمشي تشوف برج الذهب في اشبيليه، متحف الحضارات والاديان، قصر الف ليله وليله واجواء الحرم لك والسلام لك. السائح الجزائري اون بريف كي يجي المدينه ياسمين الحامات يلقى ذوقه، يلقى حريته، فاميليال، جو فاميليال، tradition familiale, le respect. C'est important. Le respect, la famille, la tradition, et les fêtes jusqu'au matin, comme on dit. Alors, art, culture, architecture et musique, et on aime beaucoup. Il y a des nouveaux investissements, bien sûr, pour promotion. On parle maintenant, j'ai arrivé aussi, mais je suis invité par mon ami Rafik. Il y a, bienvenue, bien sûr, le carnaval. ياسمين حامات، فوالا نعطيك سكوب. كارنفال انترناسيونال ياسمين الحامات 19-20 avril, après Ramadan. Voilà, mais 5 jours, c'est-à-dire carnaval, tous les troupes mondiales. On aime bien que nos accueils. Alors, un scoop, hein. C'est سكوب كارنفال انترناسيونال ياسمين الحامات يعود من جديد في المدينه ياسمين الحامات. وعلى دي بروجي الوغ اون ام بيان كو على نصوص نحبوا نمثلوا دي تكست كوم كاميرا كاشي كوم فوازير. اون ام ايفوليي دي شوز كوم سا كي دو لافينير دو لا تراديسيون اونتر المدينه ياسمين الحامات مثلا، ونعملوا حاجه اون طون كو لا فيي كاسبا. سي اون بو فير دي بروموسيون دو لافينير كولتوريل افيك سون جروب par Malion, monsieur Rafik Babou. Il fait des investissements à Biskra, au nord-ouest, à l'est, et garder Miss Sahara. Chaque Miss, il organise les Miss Algérie avec chaque culture de l'Algérie. C'est un continent. قارة تبارك الله. الجزائر هي قارة، من سفارة، من تاسيلي إلى تندوف إلى تمراست إلى تلمسان. تونس العاصمة زادة، تونس العاصمة ثقافة، الصحراء عندنا ثقافة، يعني لي تراديسيون ميلانج. الوغ نحن شعب واحد في بلدين. تحية إلى شهداء ثورة نوفمبر العظيمة، أرض الشهداء، 1.5 مليون شهيد. تحية إلى شهداء تونس الأبرار في ضد الاستعمار الفرنسي أيضا في 18 جانفي. سنبقى أوفياء دوما لشهدائنا الأبرار من أجل التقدم الآن نحو أفق أرحب. Alors, je suis très reconnaissant de la chaleureux accueil
de mes amis algériens et sont mes frères et sœurs. J'ai arrivé dans la rue, dans Tounsi, مرحبا بك تخصك حاجة. Moi je suis surpris. وين نمشي في Alger, vous êtes tunisien, تخصك حاجة تخصك. أنا صاحبي خليه يدخل بالأوتيل وشيء ما كل شيء. وأنا نمشي تونسي حاجك بحاجة. Je suis surpris agréablement. C'est très quelque chose qui m'a touché le cœur, mais surtout je suis surpris avec la grandeur. الجزائر الآن تشهد نهضة عمرانية، وهذه حقيقة نهضة عمرانية. لا فيل دالجي تستاهل انها تنظم اوسي، كنت نحكي له فريمون ميم ميو كو باري جوز اولمبيك. يعني لا غروند، انا زرت باريس وزرت الجي، نعمل مقارنه اوبجيكتيف grandeur de l'Algérie, mais il faut que nous travaillions en Tunisie, en Algérie, en tant que chargé comme communication. Il faut travailler, il faut qu'on investisse, on choisit les meilleures personnes pour la communication, nos lobbying, et on investit bien dans notre communication pour la prospérité de nos pays et un avenir bien pour nos générations d'avenir. شكر موصول للأخت راضية، للأخت أمينة. شبكت اللقاء كلهم et tous nos amis et monsieur Rafiq Babou qui travaille beaucoup de temps comme japonais partout, dans tous les domaines, municipal, promotion, culturelle. Mais c'est fatigant comme moi, je travaille beaucoup comme ils me disent amis. Mais مرحبا بكم، معكم الأستاذ عبد القادر ساكري شارجي دو كوميونيكاسيون لمتحف الحضارات والأديان de la مدينة ياسمين الحامات، أيقونة السياحة الثقافية في تونس. والرحمة للسيد عبد الوهاب بن عياد اللي هو مؤسس المدينة المتوسطية ياسمين الحامات. ونتمنى أن يزورنا الإخوة الجزائريين بمناسبة الكرفان في الصيف. مرحبا بالكاميرا وبالعائلة الكريمة بأخوة الكل، تشرفنا بكم. والشمس مشرقة وتعرف والمطر تصب علينا بحول الله. إن شاء الله الإخوة في الجزائر كلهم يزوروا تونس، ماذا بينا كل 45 مليون جزائري يكونوا في تونس هذه السنة. مرحبا بكم، ويزوروا متحف الحضارات والأديان والمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. مرحبا بكم.